يا مساء الفل، تعالوا النهارده نعمل مع بعض من القشطه. هنطلع منها كميه سمنه حلوه جدا نستخدمها بقى في اي حلويات. طبعا انتوا عارفين الحلويات بالسمنه البلدي حاجه كده خطيره، او اي طبخ او طبيخ يعني. زي ما انتوا شايفين كده هنطلع كميه حلوه قوي من السمنه. معايا 2 كيلو من القشطه هتطلع حوالي كيلو 400 من السمنه زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجه هنجيب العجان بتاعنا، وهنجهز السلاح وهنحط القشطة في العجان. طب لو العجان مش متوفر تقدري تعمليها في الكب عادي، اللي هو الخلاط اللي هو البراون ده، ممكن برضو تمام مفيش مشكلة، او العجان اليدوي او المضرب اليدوي. تحطي بس سنة مية بسيطة معايا عشان المضرب اليدوي يلف كويس، وذرة ملح. هنا بقى انا شغلت العجان. وطبعا لازم نراعي ان القشطه نطلعها تبقى قوامها كريمي، يعني ما تبقاش اللي هي سايله قوي ان انتي شيلتيها مثلا من وش اللبن او جمعتي كميه حلوه وتسيبيها سايله قوي مش هتربط معاكي. لازم نخليها كريمي، ونبدا نحطها بقى ونعلي السرعه واحده واحده لحد ما تبدا تتجمع كده معاكي، وتحسي ان هي بدات تصفي الشرش بتاعها او اللبن اللي هينزل منها الزياده. زي ما انتم شايفين كده السرعه بتاعه العجان بتبقى عاليه علشان من كتر اللف يعني تبدا تكون معاكي السمنه بتاعتك. دي طريقه ماما في تجهيز السمنه، يعني بتبقى بتعملها بالطريقه دي، سهله جدا وبسيطه. وطبعا السمنه البلدي في البيت حاجه حلوه قوي بقى، ممكن حلويات زي ما قلت لكم. بصوا هنا كده اللبن بدا ينفصل ازاي عن السمنه. كده احنا ماشيين الخطوات بتاعتنا صح. هشغلها تاني بقى لحد ما تبدا تفصل خالص. في الخطوه دي بقى العجان بتاعك لو حسيتي ان هو بيطرطش كده عشان ما يبهدلش الدنيا، واللبن او الشرش اللي طلع من السمنه يبهدل الدنيا، ممكن تغطيه كده بمناديل ولا حاجه عشان بس ما تبهدليش الدنيا. وخلاص كده بقى زي ما انتوا شفتوا السمنه كلها مسكت في السلاح بتاع العجان. فكده خلاص السمنه معانا جهزت وبقت تمام، وبقت جاهزه ان احنا نلفها بقى ونجهزها علشان نسيحها بقى ونستخدمها في الاكل بتاعنا. هنا بقى ماما جابت السمنه بعد ما اتضربت كويس وبدات تلفها كده زي ما انتوا شايفين، وبتلم السمنه، وشايفين اللبن تحت اهوت الصفر منها خالص. وهتبدأ تفتحها كده علشان اي لبن فيها زيادة يبدأ ينزل منها، علشان برضو تدينا نتيجة حلوة. بصوا بقى كمية اللبن اللي طالعة دي. طيب اللبن دي انا هرميها؟ لا طبعا مش هنرميه. اللبن ده ممكن ندخله في اي معجنات او مخبوزات ممكن نعملها زي القرص البيتزا، هتطلع معانا حلوة جدا. والنتيجة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، سمنة بلدي حلوة جدا انت اللي عاملاها بايدك، نظافة وحلاوة وطعم، والف هنا وشفا. زي ما قلت لكم بقى الكميه حطينا طبعا عملنا كورتين من السمنه دي يعني. زي ما شفتوا كده حوالي 2 كيلو من القشطه عمل معانا كيلو و400 جرام او كيلو ونص. فدي حاجه حلوه جدا وموفره طبعا، وحاجه نظيفه في الحلويات بقى، في الطبيخ، في الاكل يعني، هتقلب ريحه البيت كله. بصوا متماسكه وحلوه جدا. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، وكمان فعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يجيلكوا اشعار بيه. باي باي.